هيحصل ايه لو بطلت تشرب ميه؟ جسمك بيتكون من حوالي 55 ل 60% ميه، والميه دي مش مجرد سائل عادي، دي هي اللي بتكون بين المفاصل وبتظبط الحراره، بتغذي المخ والحبل الشوكي. فتفتكر بقى هيحصل ايه لو قفلت الحنفيه دي وبطلت تشرب ميه؟ في اول كام ساعه جسمك هيبدا يحس بالجفاف، فهتلاقي مخك بيبعت اشارات للهايبوثالاموس عشان يفرز هرمون يحبس اي نقطه ميه جوه الكلى، وده اللي بيخلي لون البول غامق جدا وريحته نفاذه. الصدمه الاكبر بتحصل في مخك لما بتقل الميه، المخ نفسه بيبدا ينكمش ويصغر في الحجم بسبب نقص السوائل، عشان كده بتحس بصداع رهيب، تركيزك بيروح في داهيه، طاقتك بتقل تماما. لو كملت كذا يوم من غير ميه جسمك هيوقف تماما عمليات حيويه زي الهضم، وجلدك هينشف والسموم هتتراكم في الدم لان الكلى ما بقتش قادره تنظفها. وفي النهايه الاعضاء الاساسيه زي الكلى والمخ هيحصل لها هبوط حاد، تتوقف عن العمل للابد. يعني باختصار نقطه الميه مش رفاهيه، ده هي ريموت الكنترول اللي بيمشي حياتك. وجعلنا من الماء كل شيء حي.